ربنا قال في القرآن: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنا مريت بنفس الإحساس ده، وكتير مننا مروا. التأخير بيخليك تتغير، بيخليك تترك حاجات كنت متمسك بيها. الصبر ده زي العضلة، كل ما تستخدمها أكتر تقوى أكتر. تعالى أكلمك زي ما بنتكلم لما نكون لوحدنا من قلب لقلب، يعني من غير تكلف ولا تصنع. الموضوع اللي هكلمك فيه النهاردة مش كلام نظري ولا حكمة مكررة، ده كلام واحد مر بتجربة التأخير اللي يوجع القلب، وشاف بنفسه إن ربنا فعلا ما نساش ولا لحظة من لحظات الوجع دي. أول حاجة لازم تفهمها كويس: التأخير مش عقاب ولا إهمال ولا إن ربنا مش شايفك، ده بالعكس غالبا بيكون علامة إنه شايفك أكتر مما تتخيل. تفتكر لما كنت بتدعي وتدعي ومفيش إجابة، كنت بتحس دعاك بيترفع للسما وبيرجع تاني بدون رد؟ أنا مريت بنفس الإحساس ده، وكتير مننا مروا. الفرق إن في ناس بتستسلم للإحساس ده وتقول خلاص ربنا نسيني، وفي ناس بتفضل متمسكة بيقين إن التأخير ده ليه معنى حتى لو معرفتوش دلوقتي. خليني أقول لك حاجة مهمة جدا: ربنا قال في القرآن: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني ممكن اللي انت شايفه خير، اللي هو الإجابة السريعة، يكون فيه ضرر عليك، وممكن اللي بتكرهه اللي هو التأخير يكون فيه خير كبير قوي ليك. مش لازم تفهم الخير ده دلوقتي، بس لازم تثق إنه موجود. أنا شخصيا كنت بدعي ربنا من سنين على حاجة معينة، حاجة كنت شايفها إنها هتكمل حياتي. بدأت أحس إن ربنا مش سامعني، لحد ما بعد فترة طويلة جدا لما الدعوة اتأخرت كتير قوي، حصلت حاجات خلتني أفهم ليه ربنا أخرها. لو كانت جت في الوقت اللي أنا كنت عايزه، كان ممكن تدمرني أو تدمر حد تاني أو تاخدني في طريق ما كنتش هقدر أتحمل عواقبه. يعني التأخير كان رحمة مش قسوة. الناس اللي بيتقدموا في الدعاء وما بيقاسوش خالص، دول اللي بيطلعوا أقوى، لأنهم بيتعلموا الصبر الحقيقي، اللي هو مش بس استحمل، لأ، ده أثق وأستمر. الصبر ده زي العضلة، كل ما تستخدمها أكتر تقوى أكتر. وإنت لما بتصبر على تأخير الفرج، بتكبر في إيمانك وثقتك في ربنا وفي قدرتك على تحمل الأيام الصعبة. وكمان التأخير بيخليك تتغير، بيخليك تترك حاجات كنت متمسك بيها وهي مش خير ليك، بيخليك تكتشف نفسك من جديد. فخليك متأكد ربنا مش ناسيه، ولو حسيت إنك منسي فده إحساسك أنت مش حقيقة. ربنا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني هو قريب حتى في لحظة ما تحسش إنه قريب، حتى لما الدمعة بتنزل وإنت بتدعي ومفيش رد، هو موجود وسامع. وبس كده. وهو ده كان عنوان حلقتنا النهاردة: التأخير مش معناه إن ربنا نسيك. فلو وصلت لحد هنا، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تشوف الجزء التاني اللي هو مكمل للجزء اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي، بعنوان الفرج ليه توقيت رباني. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.